خليني اقول لك الحقيقه من غير لف ودوران، الاي اي ما زال ما سيطرش بشكل كامل على الشغل اللي بيقوم بيه المبرمجين، بس خلى دخول مبرمجين جداد للسوق اصعب. يعني الطريق لسه موجود ما اتقفلش، ولكن البدايات هي اللي نفسها بقت اصعب شويه. تعالوا نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط وليه الناس كتير حاسه ان السوق قفل. اول نقطه ان بقى في ازمه في تعيين الجونيورز، واللي محدش فعلا بيقولها بصراحه. لو انت لسه جونيور لسه متخرج وحاسس انك بتبعت السي في بتاعك وبتترفض او محدش بيرد عليك ومفيش سبب واضح للي بيحصل ده، احب اقول لك انك مش لوحدك في 2026، لان فرص الانتري ليفل او المبتدئين بقت اقل بكتير، والشركات بقت محنتفة قوي، انتقائية جدا. والسبب الأساسي إن معظم الشغل اللي كان المبرمج ده متوقع إن أول ما يخش الشركة هيعمله، ال AI بالفعل بيعمله لوحده. فالشركات بقت بتفكر كده، أنا ليه أجيب واحد لسه أصرف عليه عشان أعلمه، رغم إن أنا ممكن أروح أدي عشر التكلفة دي لل AI وهيقوم لي بالشغل ده كله. وعشان كده حتى وظائف الجونيور بقت كتير جدا محتاجة خبرة أو تكون عملت بروجيكتس حقيقية، وبرضو المسمى جونيور. كمان طبيعة الشغل نفسها اتغيرت. زمان كان الجونيور ده بيكتب كود كتير ويتعلم من أخطائه، وبياخد وقته يتعلم ويقع ويقوم وهكذا. لكن دلوقتي 90% من كل ده ال AI بيعمله بنسبة خطأ قليلة وفلوس قليلة. فالدور بتاعك اتغير، بقيت بدل ما الشخص اللي بيكتب الكود، لا بقيت انت اللي بتدير ال AI عشان يكتب الكود. وده بقى اللي جاب حاجة بقت منتشرة في السوق، ظهرت مؤخرا، الفايب كودينج. يعني مجرد انك بتكتب الفكرة بلغتك والاي اي هو اللي بيعمل الكود كله. وده رغم انها حاجة حلوة قوي، يعني كود يتكتب بسرعة والاي اي هو اللي يعمله، ولا وجع دماغ ولا غيره. لا، ده هيسبب خطر كبير جدا لو انت مش فاهم الكود ده مكتوب ازاي، وممكن يخليك تدفع اضعاف 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 التكلفة اللي انت دفعتها في الاول عشان توفر انك تجيب مبرمجين فاهمين يشتغلوا على الاي اي او يعملوا لك الكود ده. طيب في 2026 الجونيور بقى بيعمل ايه؟ خلينا نبقى واقعيين. الجونيور دلوقتي بقت مهمته مختلفة حبتين. مهمته انه بقى يراجع الكود اكتر من انه يكتبه، وبيشوف هل اللوجيك بتاع الكود ده صح ولا فيه اي اخطاء. وكمان مطلوب منه ان يراجع السكيورتي بتاع الكود، هل في اي مشاكل الكود ده يبقى مخترق او يعمل اي مشاكل في الامن بتاع البرنامج ولا لا. والاهم من ده كله، هل الكود ده مناسب للمشروع او للبرنامج اللي انت شغال عليه، ولا هو خلاص الاي اي اداهولي يبقى مسلم اخده واحطه في التطبيق. يعني من الاخر، تفكير اكتر كتابه اقل. وده ليه سبب مهم جدا، ان الاي اي مازال بيغلط في السكيورتي وانه ياخد قرارات. ما تعتمدش على قرارات الاي اي، بيودي في داهيه. فالانسان مازال وجوده مهم جدا. طيب لو الاي اي بيعمل كل الشغل السهل، الجونيور هيعمل ايه وهيتعلم ازاي؟ زمان كان الشغل البسيط كنا ممكن نديه الجونيور عشان يبني خبره، يعوده على الكود ويعوده على الفهم وهكذا. دلوقتي بقى في خطر ان الجونيور ده لو دخل وابتدى يستخدم الاي اي تولز، وبعد كده ابتدى يترقى في الوصف الوظيفي وهو ما عندوش خبره اصلا او تفكير منطقي واساس قوي، ده هيأثر على السينيورز او الناس اللي مسؤوله عنه. وكمان في خطر ان الجونيور يبدأ يبقى موجود ولكن ما عندوش اساس قوي، وده هيعود بتكلفه اعلى على الشركه، لان السينيورز اللي بيراجعوا الكود ورا الجونيور هيحتاجوا يعملوا شغل اضافي وهيشيلوا اعباء اكبر. وكمان ان معظم الجونيورز بيسالوا الاي اي، مش بيروحوا يسالوا السينيورز او الناس اللي معاهم في الفريق اقدم منهم خبره، وده بيقلل انه يتعلم بشكل حقيقي. الاي اي بيعلمه كل حاجه، بس برضو ما زال العامل البشري مهم. طيب معلش، يعني انا مثلا كجونيور اعيش ازاي بقى في 2026؟ خلينا نخش في المهم. الحاجات اللي ما بقتش كفايه اليومين دول، انك تبقى فول ستاك كده بشكل عام، او تحفظ لي كام فريم ورك، او تخش تعتمد على الاي اي وانت مش فاهم اي حاجه. لكن اللي مطلوب منك دلوقتي، اتخصص في حاجه وافهم السيستم اللي انت شغال عليه واشتغل على مشاريع حقيقيه. الشركات في 2026 مش فارق معاها الشهاده قوي، لكن اللي فارق معاها فعلا ان انت تبقى فاهم، تقدر تشتغل مع فريق، وكمان بتقدر تحل المشاكل. الاي اي ملغاش شغل المبرمجين، وبالذات الناس الجديده اللي لسه داخله في المجال، بس لغى فكره هدخل واتعلم على حساب الشركه. الناس الجديده اللي داخله السوق دلوقتي لازم تفهم من بدري وتتخصص وتستخدم الاي اي طبعا، ولكن يزال عقله هو الاساس. الطريق اصعب، ايوه. مقفول، لا. ولكن محتاج بس من الناس الجديده اللي لسه داخله انهم بس يبقى عندهم صبر ومجهود
ازيد شويه وفعلا يكونوا بيحبوا المجال، لان ده المجال الوحيد اللي انت لو مش بتحبه هتبقى دي تعتبر بدايه نهايتك. وبكده تكون خلصت حكايه النهارده، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.